اليوم العالمي للقهوة ما ينفعش يعدي كده من غير ما اتكلم عليه ابدا، لان كل الناس اللي حواليا عارفين قد ايه انا بحب القهوة، وفي عشرة طويلة ما بيننا ورفيق الدرب وكفاح وحاجات كتيرة ومهونة علينا حاجات كتيرة انا واللي زيي يعني. فانا حبيت ان انا اتكلم النهارده عن القهوة واقول ان العلماء نصفوا في السنوات الأخيرة القهوة وادوها حقها، وأنا حابة النهاردة برضو أديها حقها في اليوم بتاعها. لقوا إن هي ليها فوائد كتيرة جدا، فيها شوية فيتامينات ومعادن مش كتير قوي يعني، بس فيها مضادات أكسدة. مضادات الأكسدة عارفين إن هي مهمة في إنها بتقلل الالتهاب، فبالتالي ممكن تقلل فرص حدوث أمراض كتير. لو إن هي ممكن الناس اللي بتشرب قهوة كويس او بتشرب قهوه يعني بانتظام، لقوا فرص حدوث مرض الالزهايمر بتبقى اقل، مرض السكر النوع الثاني، بعض امراض القلب. لو انها بتحسن المود والتركيز، فيعني فوائدها جميله، بس حطوا ليها شروط. اول حاجه قالوا ان الاعتدال، يعني نشرب من فنجانين لثلاثه في اليوم. نفس الحكايه لو امريكان كوفي من 2 ل3 في اليوم حلو جدا. ما نشربهاش قرب النوم، يعني قبل ساعات النوم، لان احنا لو شربناها قبل ساعات النوم هيحصل لنا ارق، مش هنعرف ننام كويس، فبالتالي كل حاجه هتبوظ تاني يوم. تالت حاجه قالوا ان احنا نشرب معاها كويس عشان موضوع الجفاف وبتاع، قالوا يعني هي ما بتعملش جفاف قوي، بس يعني ماشيه ان احنا نشرب برده معاه ميه كويس. اخر حاجه واهم حاجه ان احنا نبتعد عن الحبشتكنات والحاجات اللي الناس اللي